شوف 200 درهم في هاد الظروف هادي ولات ما كافياش بحال كيف كانت من قبل. للاسف كاين زياده في الاسعار، وكل مره كتسمع اثمنه جديده ديال المواد الاساسيه، وهذا الشيء هذا كيخلي الناس يضربوا ثمن ديال بصح باش يدبروا على المصاريف اليوميه ديالهم، حيت 200 درهم ما بقاش كتجيب لك حتى المواد الاساسيه اللي كنت كتجيبها فاش كانت الاسعار مستقره. وكنعتقد مع هذا الغلاء هذا خاص الواحد يعاود يفكر في ترتيب الأولويات ديالو، ويختار بعناية الحوايج اللي ضرورية، ويحاول يتجنب يشري الحوايج الثانوية باش يخفف عليه شوية ويوفر. وخاص حتى الحكومة تبادر بشي حلول باش توقف هاد الزيادات المتتالية، والضرب كما كيقولوا الضرب بيد من الحديد لكاع دوك السماسرية والشناقة، كيف شفتوا في قطاع الصيد البحري. وداك الشيء طبقوه حتى على الفلاحي والصحي، كل شيء فيه السماسرية. وما نساوش حتى المواطن خصو يساهم في التغييرات الصغيرة وبحال طريقة الاستهلاك ديالو، ويحاول ما يبقاش ملهوف على الشراء. راه الخير موجود الحمد لله، خاص غير نتعلموا كيفاش ناخدو الأساسيات والضروريات، وخلي الثانويات دبر الراس، ما عندنا ما نديرو بها، حنا كيهمنا الأساسيات. السلام عليكم. تهلا.